صانع الفرحة المغربية، الرجل الذي وثقنا فيه منذ البداية وفي قدراته، رجل يستحق كل الاحترام. سعيد شيبة ابن البلد المميز. اسمح لي واحد بوس الراس. سعيد اليوم اظهرتم مرة أخرى على أنكم كبار وغتبقاو ديما كبار. الحمد لله الوليدات يعني تيستحقوا تحية كبيرة منا، لأنه النضج الكبير اللي بينوا عليه اليوم. كنا عارفين الصعوبة ديال المباراة، وفي هذا السن هذه صعيب انهم يلتزموا بواحد لو بلان دو جو يعني قاسي عليهم. هو كل شيء والله، الا هو كل شيء. فصعيب عليهم يلتزموا يعني لفتره طويله مع بان بلان دو جو. كنا عارفين انه بدنيا المباراه غتعطينا واحد الساعه صعيبه، يعني 60 دقيقه ولا اقل. نوعا ما كان علينا الصمود ونبقاو منظمين، وعارفين انه ابتداء من 55 60 دقيقه غادي نقدروا نحصلوا على الامكانيات ديالنا ولي بوسيبيليتي. حسن الحظ يعني الامكانيات جات بشكل مبكر، لانه في نهايه الشوط الثاني سيطرنا تقريبا على المجريات ديال المباراه بالامتلاك بالوصول. مره اخرى ما قدرناش نقتلوا المباراه وتسجل علينا هدف. واليوم اكتشفنا ايضا، رغم اننا اكتشفنا يعني في مسابقات اخرى، ميزه كبيره ديال هذه المجموعه، وهي القوه الذهنيه بالنسبه لهذا السن هذا في 16 17 سنه. رجال اليوم يعني في مدينة. لا، والقدره على ان الصمود يعني والالتزام بالتنظيم رغم الخساره رغم ضيق الوقت. فالاصرار ديالهم اليوم شيء يعني ترفع له القبه. وتنباركوا الجميع المغاربه، يستحقوا يعني ايضا هذا الفوز، ويستحقوا اللاعبين والعائلات ديالهم. تنهنيوا الجميع ان شاء الله. يعني ابتسامه فينا يا سعيد. ابتسامه كاينه الحمد لله، لانه مالوريزمون حنا الضغط كان كبير اليوم. لا، الضغط موجود، ولكن الضغط خصنا نتحملوه حنا. حاولنا انه ما يكونش على اللاعبين، لذلك شاهدناهم يعني متحررين. فالواجب ديالنا والاجر اللي تنتقاضاه تيستلزم علينا اننا ناخذوا الاشياء الخايبه في كره القدم، كل ما هو انتقادات خاويه، كل ما هو ضغوطات، كل ما هو كلام فارغ، وتنحاولوا هما نيبارنيهم، نخليهم خارج هذه البوتقه، ونبوستيو شويه لا كونفيونس زياده على الامكانيات الفنيه اللي عندهم. فهذا جزء من المهنه ما تنخافوش منه، لانه تنديروا مهنه صعيبه شويه، مهنه وتنشتغلوا في مجال ديال كره القدم للاسف اللي الجميع تيفهم فيه. فخصك تحمل هذا الجزء من السيء من المهنه باش تكون تستحق ايضا هذه الفترات ديال الفرح ايضا ان شاء الله. المباراه المقبله امام مالي رحله متواصله والثقه تتزايد. بالفعل يعني نفس التوجه نفس الافكار، بخصم ايضا غيكون مختلف بامكانيات مختلفه، تحضيرات مختلفه، ودائما بوجه يعني مختلف. فنتمنى ان شاء الله ان الوليدات يرتاحوا في هذه الثلاثه ايام بشكل جيد، واننا نكونوا موفقين ايضا في الاختيارات ديال المباراه الجايه، وان شاء الله ما يكون الخير ان شاء الله. هنيئا، الف مبروك سعيد، بالتوفيق ان شاء الله، بالتوفيق. كان معنا الناخبه الوطنيه السيد سعيد شيبة، منتشي سعيد. فرحه كبرى اليوم، الدور الربع النهائي والمسيره تتواصل هنا في اندونيسيا.